وده كده صوص الفراولة بتاعنا، شايفين قوامه وجماله؟ شايفين؟ يجنن بجد، طعمه تحفة. انا كده سبته ساعة في التلاجة، لو انت عايزاه اتقل سيبيه ساعتين. وده كده صوص الكراميل، شايفين لونه؟ وشايفين تقله كده يجنن. يلا مع بعض بقى نشوف الطريقة عاملة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صوص الفراولة وصوص الكراميل لتزيين اي تورت وجاتوهات عندك. تمام. انا معايا هنا في اي طاسة على النار حطيت كوباية من السكر، طبعا على نار هادية، وسبت كده السكر بتاعي يتكرمل. تمام. اهم حاجة اوعي يتحرق منك، عشان خاطر لو اتحرق هيمرر يبقى طعمه وحش جدا. انت بقى اقعدي قلبي فيه كده لحد ما يتكرمل معاكي، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هو كده خلاص السكر بتاعي اتكرمل معايا. تمام. وكله داب معايا، شايفين؟ لازم تعمليه في حاجة يكون الحرف بتاعها عالي شوية عشان لما يفور معاكي. او بعد كده اما تكرمل معايا كويس قوي هنزل كده بمعلقتين زبدة او سمنة كبار، وهقلبهم كويس قوي. تمام. ولو عندك فانيليا سايلة يا ريت تحطي معلقة. انا دلوقتي هحط معاكم معلقة فانيليا سايلة بتديله طعم حلو قوي اهو. طبعا انت كل ده مهديه النار، ما تعليش النار خالص. وبعد كده معايا نص كوباية لبن هنزل كده بيها بالتدريج كده، زي ما انتوا شايفين. ما تخافوش خالص لو هو عمل معاكم كده ومسك في بعضه، هيدوب كله. كله ده هيدوب. شايفين السكر مسك ازاي وجمد معايا ازاي؟ هيرجع يدوب تاني. بس اهم حاجة تكوني مهديه النار بتاعتك، لان لو النار بتاعتك عالية هيتحرق صوص الكراميل منك ومش هيدوب السكر. بصوا كده كل السكر بتاعي داب، شايفين؟ كده خلاص هو خلص معايا. طبعا انا حطيته في مج كده. ودي اخر خطوة هضربه كده بالمضرب الكهربائي. تمام. ليه بقى؟ عشان هو لونه غامق، فانا عايزاه يبقى لونه فاتح وتقيل شوية معايا. ده شكله بعد ما ضربته. بصوا فعلا قوامه ولونه فتح معايا جدا. شايفين؟ بجد يجنن. حطيه بقى في التلاجة ساعتين وبعد كده استخدميه. نيجي بقى لصوص الفراولة. اول حاجة انا معايا هنا جيلي فراولة، باكو جيلي فراولة. تمام. هحطه كده في البولة بتاعتي، وهنزل عليه بكوباية مية، بنص كوباية مية. تمام. معلش، بنص كوباية مية، وهدوبه في المية كويس جدا. يبقى هو اللي باكل جيلي الفراولة هنزل عليه بنص كوباية مية، وهقلبهم مع بعض كويس قوي عشان الجيلي بتاعي يدوب كويس. تمام. وبعد كده هركنه على جنب، وهجيب بقى كنكة اي حاجة تحط على النار، احط فيها كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية. انا كنت بجيب كوباية السكر التانية. تمام. وهحط بقى عليهم كوباية من المية وهقلبهم وهرفعهم على النار لمدة 10 دقايق، كأنك بتعملي شربات للحلويات. تمام. بس هو خفيف يعني، مش عايزاه تقيل. بس كده هرفعه على النار. وده شكله بعد 10 دقايق. تمام. وهنزل بيه وهو سخن على الجيلي اللي بتاعنا اللي احنا دوبناه في المية. هقعد اقلب فيه كده بالمضرب بتاعي لحد ما يتجانس كله مع بعضه ويدوب كله مع بعضه. وده كده قوامه. تمام. لو انتي عايزة تعززي اللون بقى بتاعه شوية حطوله كده نقطتين من لون الطعام. اللون ده ملهوش اي طعم خالص. تمام. هو بس مجرد بيدي لون عشان يديله لون احمر شوية. بصوا كده ده قوامه. هحطه بقى في التلاجة ساعتين هتلاقوه تقل معاكي، وكل ما تسيبيه في التلاجة بيتقل اكتر. بصوا شايفين؟ انا يا دوب حطيته ساعة لان انا كنت هشتغل بيه في حاجة تانية، فكنت مستعجلة عليه. بس كده ده كان الفيديو. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.